السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إزاي نصبر على الابتلاء؟ إزاي نصبر لمّا الابتلاء يُقع؟ إزاي في الوقت دوّة نصبر كده ونكون هاديين؟ إزاي نقدر نقاوم الأفكار اللي بتيجي لنا والشيطان اللي بيمسكنا ويقعد يوسوس لنا كده في الوقت دوّة؟ خلّينا نتفق على حاجة، إن من يتصبر يصبره الله، بمعنى إيه؟ إن اللي عايز يصبر ربنا بيساعده على إنه يصبر. هي بآية هتسمعيها، بحديث، بحتى هتلاقيه بيكلمِك، ربنا سخّره لِك إن هو يكلمِك عن الصبر وعن فضل الصبر. طيب في الوقت بقى اللي بيُقع فيه الابتلاء، المفروض أعمل إيه؟ تعالوا هاحكي لكم على موقف حصل معايا أنا شخصيًا. أنا عندي ابني من ذوي الاحتياجات الخاصة، ربنا أراد ودراعه اتكسر. وغاب شوية عقبال ما التئم، فغاب فترة طويلة في الجبس، وأنتم عارفين إن في الفترة دي ما بتعرفيش إن أنتِ تحمّيه كويس وتلبّسيه بقى وتضبّطيه كده. فكنت مستنية اليوم اللي يتفك فيه الجبس علشان بقى أخبّيه بقى كده وياخد دُش حلو. يشاء السميع العليم إن قبل ما يفُك الجبس بيومين دراعه التاني وجعه، ونروح ونكتشف إن دراعه التاني اتكسر من قبل أصلًا ما يفُك الجبس. ساعتها ب100 خاطر الشيطان بيمسكِك بقى من ودانِك، ليه يا رب؟ طب عشان إيه؟ ده أنا مستنية اليوم ده بفارغ الصبر، طب هاعمل إيه؟ و60.000 حوار. في الوقت ده ما ينفعش غير إن إحنا نقول قدّر الله وما شاء فعل. مهما كانت الأفكار اللي في دماغِك لازم تقاوميها ساعتها، تقولي الحمد لله رب العالمين، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لعلّه خير، ولعل ربنا أراد خير، ولعل كان في مصيبة أكبر كانت هتحصل فربنا لطف. الموضوع مش سهل خالص، خالص في وقتها، لكن إحنا مرّة مع مرّة، موقف مع موقف، إن شاء الله وبإذن الله بنتعلّم الصبر. ومش كده وبس، ده إحنا من كتر المواقف اللي إحنا بنعدّيها وإحنا صابرين، بييجي علينا وقت بنوصل فيه لمرحلة الرضا. يا رب الحمد لله على كل أقدارك، ما الحمد لله ربنا ما بيعملش حاجة وحشة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.